لقاءنا الآن هيكون مع أستاذ أحمد مرجان أمين عام شباب محافظة الجيزة عن حملة كلنا معاك من أجل مصر. أهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا، ازيك يا فندم؟ أبو حميد على طول، بما أنك أنت أمين عام شباب محافظة الجيزة. تم التركيز في الفترة الكاملة الموجود فيها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتركيز كامل على الشباب بنوعيه، الولاد والبنات، تخصيص عام للمرأة، تخصيص عام لذوي الاحتياجات الخاصة ومن الشباب برضو التركيز عليهم. اهتمام بالشباب، التمكين من القيادات، تمام. وفعل ده بدأ يعني بالفعل في مؤسساته حاجات خاصة بالحكومة، نوع من انواع التحول، تمام، للقيادات الشابة. طيب انت كمحافظ كأمين عام عن الشباب في محافظة الجيزة، ايه اللي انت شفته حسيته من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عمله واتمه، وشايف ان هو لازم يقعد لازم ويكمله؟ تمام. اولا احنا النهارده في تدشين الحمله كلنا معاك من اجل مصر لفتره رئاسيه تاني الرئيس عبد الفتاح السيسي. دور الشباب ان النهارده قدر الرئيس يعمل اكتر من منتديات شبابيه لتحميس دور الشباب وفك الطلاسم اللي كانت من زمان. هو عباره عن ان القيادات كانت بتبقى حاجزه اماكن كتير، اما النهارده اصبح الشباب يقدر نقول مش قيادات، اعمار. هي مش قيادات، لان هو بدا يقول لا، الاعمار دي تروح والاعمار تبقى للشباب. تمام. وهو لان القيادات هتبقى هي موجوده، بس قياده شابه زيك، ده اللي اقصده. وهو بالفعل تم تجهيز الشباب في عده مؤتمرات وتجهيزها في محتفلات مع المحافظين على مستوى الجمهوريه. بقت في دورات تثقيف وتدريب لمجموعه من الشباب لتحميسهم لاتخاذ القرارات وتدريبهم واعتمادهم على ان هم يبقوا ثقه في المرحله القادمه ان شاء الله. طيب انت شايف في محافظه الجيزه الشباب، طبعا محافظه الجيزه برضو بتتميز كمحافظه هي شقيه شويه، خلاص، فاحنا ممكن نقول كمحافظه شقيه وكشباب، وتعرف طبعا ان تعداد شعب مصر 53% من الشباب، يعني مصر دوله شابه، تمام. ايه اللي تم احساسه من شباب الجيزه وبيطالب بيه سياده الرئيس في الفتره اللي جايه مثلا؟ ان شاء الله احنا بنطالب سياده الرئيس طبعا في ان شاء الله في ترشحه المرحله ديت. الجيزه يمكن من ضمن عواصم اللي ليها ثقل سياسي في العمل العام، فعشان كده هي ملهاش مطالب كتيره في دور الشباب اكتر من ان النهارده فتح مراحل كتيره لاسكان الشباب. ده رقم واحد. رقم اتنين، ان الجيزه مليئه على طول بازدحام المواصلات، قدر يوفر محاور رئيسيه الهرم وفيصل. بالظبط ومحور المحور المترو الجديد الثالث. فالنهارده اصبح احتياجات الجيزه يمكن مختلفه عن كل محافظه في حته التوظيف، ان هي معظمها شباب. المفروض اللي احنا بنناشد بيه اللي هو الدورات التثقيفيه في المحافظات وفي المجالس وفي المراكز المحليه، فهم الشباب على اتخاذ القرار، معلومات في كيفية ان يعمل سؤال، كيفية تدريبه او تثقيفه على المجالس المحلية، دورات التدقيق، دورات والمحاكاة لمجالس النواب مجالس المحاكاة. بالظبط في المجالس المحلية ومجالس الشعب. وان شاء الله هيكون مستقبل الجيزة ان في كوادر عظيمة في الجيزة بصفة خاصة، ان هي بتعتبر معقل السياسة على مستوى الجمهورية هي الجيزة. لقاءنا دلوقتي هيكون مع استاذ مصطفى فتحي الامين العام لذوي الاحتياجات الخاصه عن حمله كلنا معاك من اجل مصر. اهلا وسهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. استاذ مصطفى، مبدئيا عايز اعرف كلمه ذوي الاحتياجات الخاصه، دورهم الرئيسي في حمله كلنا معاك من اجل مصر. في ناس كتير ممكن تكون في دماغها كلمه ذوي الاحتياجات الخاصه ممكن يبقى ملوش دور قوي زي الطبيعي في المجتمع. لا طبعا هو ليه دور كبير جدا. هو للاسف كان الفتره اللي فاتت كان دور مهمش جدا، لكن مع سياده الرئيس السيسي خلى عام 2018 انهم لهم دور فعال وكبير جدا، وهم فعالين في المجتمع. ولما تديهم الفرصه حضرتك الحمد لله بيأدوا من نجاح الى نجاح في اي مجال هم بيشتغلوا فيه. احكي لي ايه اللي تم بقى. النهارده في مجلس الشعب اعتقد او مجلس النواب بيدرسوا القانون الجديد لمجلس ذو الاحتياجات الخاصه بكل جوانبها، في الناحيه السياسيه ومن الناحيه الاقتصاديه ومن الناحيه التعليميه والاقتصاديه. والحمد لله نجحوا سياده النواب اللي موجودين في مجلس النواب انهم ينجحوا انهم يطلعوا القانون اللي هيخرج على قبل اخر 2017 ان شاء الله، في بدايه ل 2018 اللي هو قانون اللي هو سنه ذو الاحتياجات
الاحتياجات الخاصه. هيبقى في تفاعل كناحيه سياسيه وكناحيه اقتصاديه، وهيبقى دور المجتمع انهم لازم يتلائموا مع الناس في كل شيء. النهارده لازم يكون دور سياسي، لازم اكون في حزب او اكون في جمعيه زي من اجل مصر، ليا دوري وليا ان انا اوجه الناس، بعرفهم على الاقل مين هم ذو الاحتياجات الخاصه، وما يبقاش لهم دور مهمش. لا الحمد لله دلوقتي ما بقاش لهم دور مهمش نهائي يعني. طيب انت شايف الدور اللي بيقدموه بقى في الحمله ايه هو بالظبط؟ عايزك تديني تعريف بيعملوه في الحمله نفسها. طبعا احنا لينا دور فعال جدا بعد اهتمام سياده الرئيس بذوي الاحتياجات الخاصه، واحنا عارفين ان سياده الرئيس خلال السنتين او 3 سنين اللي فاتوا هو عمل ايه في البلد؟ هو بنى بلد، هو عمل بلد بقى لها كيانها الاقتصادي والسياسي والعسكري في الشرق الاوسط، وبقت مصر النهارده رائده في الشرق الاوسط، بقت خلاص لها دور كبير اللي هو كان زمان موجود. فمع الحمله لازم نكون واقفين مع سياده الرئيس ان هو بيشوف كل النقط الصغيره والكبيره، واحنا من النقط اللي كان مهمشه فالحمد لله هو حطينا على نقول التراك او على الطريق الصحيح، فلازم نكون معاه حتى ننمو او يكون الدور ذو الاحتياجات الخاصه لهم دور فعال ان شاء الله في الفتره القادمه باذن الله. طيب بحكم انك انت في الحمله الخاصه بكلنا معاك من اجل مصر، ايه اللي انت نفسك فيه او متوقع فيه في الفتره اللي جايه الجديده ان شاء الله؟ انا اتمنى حاجات كتير قوي يعني. لا انا بتكلم بوضوح تام، حضرتك تفضلت قلت اللي فات كله، انا عايز اقول لك انت نفسك في اللي يحصل في الايام اللي جايه في الجديد من ذو الاحتياجات الخاصه ولا في البلد؟ من ذوي الاحتياجات الخاصه. اتمنى ان القانون ذو الاحتياجات الخاصه يخرج للنور ويتم تفعيله بكل ما جاء بالدستور، دي امنيتي. لقاءنا دلوقتي هيكون مع استاذه فاطمه سعودي والاستاذه داليا صلاح عن حمله كلنا معاك من اجل مصر. اهلا وسهلا بك يا فندم. اهلا فندم. اهلا وسهلا بك. اهلا بحضرتك. استاذه فاطمه عايزين مبدئيا نتكلم، انا هسالك السؤال اللي هو البديهي جدا بلغه الشارع، انت جايه هنا ليه للحمله؟ جايه اولا واخيرا عشان تفضل بلدي مستقره، الاقي مستقبل لاولادي صح، ومش ولادي بس، ولادي وكمان احفادي. فاللي هيتعمل النهارده هيتبني عليه اللي جاي كله، واللي هيجي بكره هيتبني للي جاي بعديه. فاحنا بنحط هنا عتبه وسلمه اقدر بعد كده ان شاء الله انطلق فيها في مزيد من الاستقرار لاولادنا وبلدنا يا رب. طيب ايه الاسس اللي انت شايفاها ان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي رماها وبتطالبي بمده ثانيه عشان يكمل بقى ويطلع انتاجها؟ اولا المشروعات اللي اتعملت مشروعات اكتر من رائعه، مجالات مختلفه، دخل في مجالات كتيره قوي 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 ما كانتش موجوده، محتاج تمام نهائي. لكن عشان اقول انا محتاجاه تاني ليه؟ محتاجاه عشان اللي اتعمل لازم يكمل، ما ينفعش اقول ان اللي بدأوا انتهى، اللي بدأوا لازم يتبني عليه. انا محتاجه فتره تانية في كل المجالات، مش الجانب الاقتصادي بس. انا عايزه ابني اللي النهارده في المدرسه يلاقي تعليم صح ويلاقي وظيفه صح، ومش عايزه اقول ان انا هوظفه يعني حكومه، انا عايزه افتح مجال لاولادي. خلاص بقى ده هي من ضمن توجيهات سياده الرئيس، ابعدوا عن الحكومه يا جماعه. بالظبط اشتغلوا خاص. تمام. فاحنا بس عايزين الفتره الجايه قانون الاستثمار اللي تم حصل ما هو للشغل. اكيد احنا عايزين بس الفتره اللي جايه كل محافظه من محافظات مصر غنيه جدا 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 بالموارد اللي فيها. انا عايزه افعل الموارد دي باولادها. لو ادينا مثال بسيط قوي، انا لو عندي بيئه زي البيئه الموجوده في محافظه الجيزه، كم القمامه اللي موجود في شوارعنا، انا لو اتعمل عن طريق الاستثمار، لو طلع نقول قانون واحد بس بيقول ان كل مستثمر عايز يعمل مشروع لو مطلوب منه ان هو يعمل حاجه واحده داخل بيئته، وليكن مثلا ورشه تدوير قمامه، مين اللي يقوم بيها ومين اللي يدورها؟ ولاد المنطقه اللي مش لاقيين اساسا شغل، خلصوا جامعاتهم خلصوا مدارسهم، خلي ابنك يمسك المشروع دوت، مش يدوروا بس لنفسه، هيطلع له عائد رزق
وفي نفس الوقت نوجه اللي خارج منه للارتقاء بالبيئه اللي موجوده في المنطقه اللي هو فيها. فانا عايزه اعمل تنميه مستدامه. احنا اخذنا رايك، عايزين ناخد راي الصغيرين شويه. داليا، انت جايه هنا الحمله ليه؟ بنفس السؤال بالظبط. انت عن امانه المراه تقريبا او جزء يخص المراه، جايه هنا ليه؟ جاي عشان فعلا استكمالا لكلام استاذه فاطمه، ان فعلا لازم اللي ابتديناه لازم نكمله. ما ينفعش ان انا عملت مشاريع واجي في نص الطريق واقف، لازم اكمل الباقي. في مشاريع كتير معموله ولازم تتكمل بنفس الاسلوب وبنفس الاداء اللي اتكمل قبل كده، لانه فعلا اداء رائع وفعلا يعني حاجات جميله عمرنا ما شفناها قبل كده بجد. طيب انت شفت ان سياده الرئيس عمل العام المراه، كان في موجود عام عمله للمراه لوحده، تمام، وعمل قوانين ليها وبدا يعمل نوع من انواع التمكين ليها سياسيا واداريا وماليا، جعل يعني يخليها بتبني زي الراجل، لان هي بتبني، وهي حاجه سياده الرئيس بياكد عليها لان هي موجوده في الاسلام بالفعل، تمام. لان النساء ايام الرسول عليه الصلاه والسلام كانت بتشيل اللواء، كانت بتنزل في الحرب، وكانت بتكرم، وكانت صاحبه تجاره زي السيده خديجه، والناس كانت بتعمل لها الف حساب، مش زي ما الناس والخطا دلوقتي السيد ان هي بتبقى مهمشه. هو كان بيعمل دوت وبيحاول يرجع دور المراه تاني. ايوه فعلا هو رجع دور المراه تاني، انها شاركت بفعاليه جامده قوي في الانتخابات اللي فاتت، وبقى ليها كذا مقعد في المجلس، وان دلوقتي كل يعتبر امانات المراه في كل المحافظات ليها شغل فعال جدا في كذا حاجه، وبنعمل شغل جميل جدا. بنعمل معارض، وبنعمل معارض للاسر المنتجه، وبنعمل وبنعمل ندوات تثقيفيه، وبنعمل محو اميه. فكل مكان دلوقتي يعتبر في مصر يعتبر شغال وفعال. طيب انت رايك ايه يا داليا، او مش رايك، انت نفسك فيه في الفتره اللي جايه عايزاه يتم غير اللي تم، انت نفسك فيه يتم بصراحه كداليا؟ والله نفسي فعلا البلد مصر فعلا بلدي اشوفها في احسن حال، وفعلا اشوفها فعلا بلد منتجه في الصناعه، لان الصناعه هي اساس كل شيء، هي اساس البلد فعلا. لو عملنا مصانع وبدانا ان احنا فعلا الحاجات اللي احنا ما نقدرش طبعا نمنع الاستيراد دلوقتي، لان احنا كلنا هنقع طبعا. في ناس كتير بتقول نمنع الاستيراد، بس يعني انا اول واحده ممكن اقع في شغلي بالعقل، هي بالعقل. بالعقل كده ما ينفعش. فاحنا دلوقتي شويه شويه الناس تفهم بس بالراحه ان فعلا حاجه لازم انتاج، اهم حاجه الانتاج الزراعي والانتاج الصناعي، يعني اهم حاجه الصناعه. لو ركزنا في الفتره اللي جايه على اننا فعلا نقيم مصانع كتيره، مش هقول لك لكل حاجه، حتى الحاجات الاساسيه، وبعد كده ربنا يسهل ان شاء الله هيكون مصر احسن بكتير بكتير جدا. لقاءنا الان هيكون مع مهندس خالد الجرواني والاستاذ اسماعيل سعد عن حمله كلنا معاك من اجل مصر. انا بحكم انك انت عايش في العمرانيه وجاي عن العمرانيه، وطبعا السكان العمرانيه يعني ناس معروفه وموجوده، ايه اللي انت شايفه تم ما قبل، تمام، ونفسك فيه يحصل ما بعد في الفتره الجديده ان شاء الله؟ طبعا يعني بشكل عام بعد ثوره 30 يونيو وبعد يعني التلبيه الايجابيه من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وبتفويض من الشعب ونزوله على رأي الشعب ان يبقى رئيس الدولة المصرية، ده في حد ذاته يعني انتشلنا او حولنا من حالة الى حالة، حالة سلبية جدا 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 للشارع المصري وتذمر في الشارع المصري، وكون ان هو لبى دعوة الشعب المصري ان ينزل انتخابات رئاسية ويبقى رئيس للدولة المصرية وبالكفاءة اللي احنا بنشوفها دي لغاية النهاردة، من خلال اللي احنا شفناه في الميديا ومن خلال شفناه في الاعلام من فتح مشاريع قومية كبرى. اعتقد انا على المستوى الشخصي وعلى مستوى الشارع منا انا لمسه في الشارع، اللي احنا بنشوفه ده ما اعتقدش ان في دولة على مستوى العالم بتعمله من مشاريع قومية. انت شايف اللي تقدر ترد ازاي على واحد من العمرانية عندك جاي بيقول لك يا خالد بيه او يا باشمهندس خالد الاسعار والعه، طب انا مقتنع اعمل ايه؟ ما انت لازم ترد عليه بالعقل، مش هينفع تيجي تقول له اصل بالمنطق. انت راجل مهندس وبتتكلم بالمنطق، رد عليها بالمنطق. اعتقد ان الرئيس من اول يوم كان بيطالب الشعب بالصبر، وقال لنا كده، قال لنا الايام اللي جايه محتاجه المصريين، اللي مش هيشتغل ومش هينتج ما اعتقدش ان هو هينفع يعيش في مصر. مصر محتاجه تتحول لدوله منتجه. احنا دوله مستهلكه، ده حقيقي. وعايز اقول حاجه كمان، سنة استهلاك، احنا استهلاك. بص حضرتك، احنا لما جت اتعملت مشاريع او اتعمل انفتاح الاقتصادي ايام السادات، اتعملت ايه المشاريع اللي اتعملت؟ يعني الحاجات اللي هي استهلاكيه، الحاجات اللي هي استهلاكيه، لكن حاجات انتاج مفيش حاجه انتاج، لا مفيش تصدير، لا انت بالعكس انت عايش على الاستيراد.
مش عايش على التصدير. احنا بالنسبه لنا دلوقتي ان الراجل دوت ياخد على عاتقه ان هو يجازف بشعبيته ويجازف بكينونته ويجازف بمكانته، ان هو يعالج اخطاء اكتر من 40 سنه او 50 او 60 سنه فاتوا ان انت بتعالجها دلوقتي. دي تدينا، خلينا نقول له لازم تبقى موجود. الحاجه الغير متعلم في ولايه دكرور وجه قال لك الاسعار غاليه يا استاذ اسماعيل، اعمل ايه؟ اقول لحضرتك على حاجه، اللي شايل الراجل دوت واللي حاسس بمكانه الراجل دوت وعارف قيمه اللي الراجل ده بيعمله الناس الغلابه والبسطاء، هو ده اللي عايشينه، بس هم دلوقتي مستحملينه. الدعم القوي جدا اللي حصل ان الناس كتيره معلش هم شايفين ايه اللي بيحصل. انت دلوقتي معلش اللي كان قبل كده اللي بيحصل، سوري في اللفظ، ترقيع للجلابيه بتاعتك. انت لسه العيب موجود، بس العيب لسه موجود. انت دلوقتي بتعالج اخطاء سنين فاتت. انت يعني معلش انا راجل محاسب يعني فاهم في اقتصاد، فبقول لك انت بتعالج اخطاء ارقام حاجات سابقه. انت في حاجات قبل كده كانت بتحصل كلها بتعالج، انت يعني بتعالج، واللي جاي بعديك هو اللي هيشيل الحاجه اللي بتخر ديت، وهو اللي هيكمل البلاوي الحاجات المشاكل اللي جايه. حصل برضو تدخل من رئاسه الجمهوريه مثلا مع المهندسين، وحضرت انا تصوير في النقابه عن خلق او عمل كود جديد لكود لذوي الاحتياجات الخاصه، ويعمم مع الجمهوريه وسائل النقل، اماكن العامه، الاماكن الخاصه، المؤسسات والمواصلات، توفير كل حاجه ليهم لاستخدامهم زيه زي الطبيعي بالظبط. طبعا ده تطور ايجابي جدا جدا احنا لامسينه وشايفين. تحويل الكود طبعا. عايز اقول لسيادتك حاجه، سيادتك كلمتني عن الاسعار النهارده كلنا بنكتب بالاسعار، بس احنا عارفين قالوا الاستاذ مش منتجين. طبعا احنا فعلا كنا عارفين ان الاسعار هتزيد لان احنا عندنا تحول اقتصادي. قلنا يا فندم هو احنا بنكوي عشان نعالج الجرح. الكي ده احنا هنجني ثماره الايام اللي جايه، وانا واثق، انا كفرد من المجتمع واثق من ده. لو انا حتى في سن الخمسينات مش هعيش ده، انا واثق في الزمن القريب قوي ولادي هيعيشوه وهيعيشوه بايجابيه على مستوى التعليم وعلى مستوى الصحه. ودينا شايفين التشريعات الجديده من خلال التامين الصحي، مشروع التامين الصحي الجديد اللي احنا كلنا انتظرناه، وده انا بالنسبه لي انا مستوى شخصي ده اهم خطوه في الفتره اللي فاتت من خلال التشريعات والقوانين اللي اصدرها مجلس الشعب. من ضمن اقتراحات التامين اللي هو قال عليه الباشمهندس خالد ان هو المفروض يتم نوع من انواع الدعم من رجال الاعمال بس عشان تغذيه اللي هو التامين الشامل للناس كلها. رايك؟ هو بص لازم يكون في مشاركه ايجابيه اكتر من رجال الاعمال. هو في مشاركه اوكي بالفعل قالها هو سياده الرئيس قالها، لازم يبقى في مشاركه اكتر من كده. انت حضرتك دلوقتي لما بتيجي تبص تلاقي ان انت واحد زي الرئيس كان بتتحارب خارجي وداخلي. ما زلت معلش. انت دلوقتي الحوالات المصريين في الخارج بداوا ينزلوهم لك، دي حاجه. الحاجات اللي بتعتمد عليها قناه السويس بداوا يحاربوا لك من ناحيه، غير الوباء اللي موجود الداخلي عندك، غير ان احنا لسه برضه وباء الجهل بس. لا، واحنا برضه في نقطه ثانيه، هم في الناس الورم اللي موجود جوانا اللي هم اسمه الاخوان اللي انت ما زالوا بيستغلوا جهل الناس وبيلعبوا بالافكار وبيلعبوا بدماغ الناس. وللاسف ان الناس عندنا ان انت بتحارب الجهل وبتحارب الناس مستخبيه تحت التراب، مش هتقدر تواجهك في العلن. بس ده كله كتر خيره ان هو ماشي بالبلد في الفتره ديت. تابعنا مع بعض النهارده في كلنا معاك من اجل مصر العديد من الاراء الموجوده، راي المراه، راي ذوي الاحتياجات الخاصه، وراي ناس كتير جدا بكلمه كلنا معاك من اجل مصر. بدات حاجات كتير جدا يا سياده الرئيس وعليك اتمامها في الفتره الجديده ونتحول الى دوله منتجه. خلصت معكم حلقتكم النهارده وحدث في مصر.